السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وحشتني جدا جدا. اخباركم ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ويبارك لنا فيه. ربنا يخليكم يا رب ليا ويسترها معاكم ويبارك فيكم ويخليكم ويسترها معاكم يا رب. هنعمل النهارده روتين كده سريع، روتين جديد كده ويوم جديد وروتين متنشط جدا. يلا قوموا كده شطروا معايا بقى كده وشوفوا كان وراكم حاجة بقى قوموا اعملوها. هنضف فرشتنا وهنصبن وهنطبخ وشغل كتير اوي والله العظيم بجد. يلا بقى لايكاكوا كده واشتراكاتكوا وربنا يعينكوا ويقويكوا يا رب ويبارك لي فيكوا يا رب. كان عندنا بقى اوضه النوم كانت متبهدله اخر بهدله، وقمت بقى امسكها انضفها. لميت الفرشه بقى صبنها وهدومنا، شغلت الغساله، لميت الفرشه وشغلت الغساله وعملت ولعت على الطبيخ. كان غدا النهارده ارداحي عدس، كنت عامله عدس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقى من هنا لهنا بقى شغلت الغسالة وزي ما قلت لكم كده نضفت الأوضة وبتشطف وأحط أنشف وأنشر وكده يعني حاجة سريع كده. يلا ربنا يبارك فيكم يا رب ويخليكم ما تحرمش منكم أبدا، وبشكركم من كل قلبي على تعليقاتكم ولايكاتكم، وبشكركم على الكلام الحلو اللي انتوا قلتهولي. وانا مش زعلانه من التعليق اللي كان متعلق لي يعني ايه اللي مزعلني هو ما يعرفنيش وما يعرفش ظروفه ايه وما يعرفش عشت ازاي ومعلق التعليق الوحش ده. طب ليه؟ هو انا ما قلتش حاجه وحشه لحد ولا زعلت حد مني يوم من الايام ولا اي حاجه من دي. هو انت ما انتش حاسس بحد ومحدش بيحس بحد، كل واحد ربنا اللي يعلم بيه، كل واحد ربنا كل بيت متضايق باللي فيه، كل بيت متضايق باللي فيه، محدش يعلم بحد، محدش يعرف ظروف حد، محدش يعرف انا عايشه ازاي، محدش يعرف انا ماشيه ازاي. كل واحد ربنا يعينه على اكل عيشه وعلى رزقه وعلى حاله، كل واحد ربنا يعينه يا جماعه وربنا يبارك فيكم يا رب. بدأنا بقى بالفطار. ما انا بقولكم بقى بشكركم من كل قلبي على تعليقاتكم الحلوه ليا اللي انتوا شجعتوني وردتوا، بصراحه ردتوا يعني ايه جرح اللي هو جرحوه انتوا ردتوهوله. متحرمش منكم ابدا والله العظيم، فعلا انتوا احلى اخوات في الدنيا. ربنا يبارك لي فيكم يا رب وكده ما لاقيكوش كده يوم من الايام واحده فيكم زعلانه يوم من الايام بجد. ربنا يخليكم يا رب ويعزكم ويطول في عمركم يا رب. احلى اخوات في الدنيا والله العظيم، والله العظيم بكلمكم من قلبي، والله اقسم بالله بكلمكم من قلبي. متحرمش منكم ابدا، ما تصوروش انا كنت فرحانه قد ايه وانا بشوف تعليقاتكم الحلوه دي. ربنا يخليكم لي يا رب ويبارك لي فيكم يا رب ويطول لي في عمركم. بدأ بقى نعمل فطار بقى. عملنا فول إيه... عملنا فول وايه والله ما انا فاكره. عملنا فول بقى وحادق ولبن وشاي وجبنه طعميه وطماطم، وعملنا بقى سندوتشات وكوبايه شاي كده حلوه محترمه، ونقوم بقى نفطر وبعد كده نقوم نشوف شغلنا بقى. اهم حاجه بقى تفطري الاول وبعدين تقومي تشوفي شغلك، تشوفي بقى وراك ايه تعملي ايه كده يعني. عندنا احنا عندنا بقى في البلد عندنا في الارياف لازم الناموسيات دي. عندنا الجو بقى برد، الناموسيه ديت حلوه لان الناموسيه دي تقيله، تحسي ان انت مدفيه المكان كده يعني. إيه وعندنا بقى هنا عشان مثلا يعني الاراضي وعندنا مثلا المواشي والحاجات ديت بيبقى فيه بقى هبوش وفي طيور وفي حاجات من دي. مهما ترشي بتلاقي حاجات في البيت يعني. ماشي، يعني ما تعرفيش تنامي وانت تقعدي بكل حاجه بس ما تعرفيش تنامي، ممكن ناموسه تيجي عليك تقرصك، ولو في ناموسه خشت قرصتني ما بعرفش انام اقسم بالله. لازم اعمل ناموسيه، انا اعمل ناموسيه بقى ديت ما بحسش بقى ولا بناموسه ولا بهبوشه ولا الكلام ده خالص. لميت بقى الناموسيات وطلعت فرشتنا بره في الشمس. كان النهارده حلو قوي، كان الجو شمسي وحلو. قمت قايله ايه امطرهم بقى في الشمس كده آه، يشموا بقى شويه هوا ونغير بقى الكتمه اللي احنا فيها ديت وعشان البرد وكده يعني. قليل بقى ما بنفتح الشبابيك بنهول البيت يعني، على طول قافلينه عشان البرد يعني. وهوت بقى الشبابيك وكده
ورحت بقى قلت ايه اسيب الغسالة شغالة على ما طلعت الفرشة بره في الشمس. وبعد كده خشيت بقى على مطبخنا مكردد المواعين زي ما انتوا شايفين كده. همسك بقى المواعين اغسل الاول، هولع على الطبيخ الاول، وبعد كده امسك المواعين دهيت اشطفها واروق المطبخ كده. وبعد كده هروح بقى انضف برضه، ادخل فرشتنا برضه وانضف المكان وكده. وارجع تاني برضه التظبيط يعني كده، يعني شغل ورا من بعضه كده. هو الفيديو كان طويل قوي قوي، وكان يعني كان ممكن يجي فيديوهين، بس انا قلت ايه هعمل فيديو واحد وخلاص. نشجع بعض كده مش اكتر يعني. يلا ربنا يبارك فيك يا رب. انا بقى غسلت العدس وبقشر بطاطسية حلوة كده واحطها فيه، واحط بقى الطماطم، واحط حبات بصل بتاع بطاطس برضو، حبات بطاطس. ولو في جزرة ماشي حط جزرة، بتقل معاك العدس وبتخلي فل. وهنعمله بقى بشوية شعرية كده ونظبط الدنيا معاكم. هحطه بقى يستوى براحته. ساعة ما استوى ما لقيت الخلاط بتاعنا مش شغال. عملته بايدي والله زي زمان كده، عصرته بايدي. ما احنا الاول ما كانش في خلاطات ولا كان في حاجة، وكنا بنعمل بايدينا يعني. كنا بنعصره في المصفى بايدينا. هعمل بقى شوية، كان عندي ما مش عادش عندي دقة وعندي كيسين ملح جبتهم همت. اعمل بقى حبة دقة فلفل اسمر بكمون كده. بقوم حطهم بقى على الملح. هترش بقى على حبة بطاطس الياهي، هترش مثلا على بطين سلقاهم. على طول ما بنستغناش عن الدقة دي عندنا اسمها دقة. بحطها الملح واحط عليها بهاراتها واقوم مقلبها ببعضها وحطها بقى في جنب كده في البرطمان مغطية عليها. عندي موجودة على طول. مثلا الزفر برش عليها برضو. اي حاجة مقلية مثلا بترش عليها. حلوة يعني في البيت يعني. البيت يا جماعة ما بيستغناش عن الحاجات دي. احنا عندنا على طول يعني الدقة دي موجودة على طول، لو مش موجودة يا سلام نعمل بقى حكاية ورواية لو مفيش دقة. لازم على الدقة. اسمها دقة عندنا، مش عارفة اسمها عندكم ايه. همسك بقى لازم اشرب امال ايه. لازم اشرب قدامكم يا جماعة. كنت عطشانة بقى اعمل ايه. غسلت القلايات ومليتها واحطها ورا، وقلة رحيم اللي بتاعت رؤية بره في البلكونة بره. والبتاعة ديت انا جايباها جديدة اهيت، الصابون دهوت حلو قوي، صابون السيل دي للاطباق بخليها فله. جايباها الاطباق والكوبايات، احسن من الصابون الاسمر يعني. عشان كان عندنا بقى الكوبايات والاطباق دي مكان الفطار وكده يعني، قلت بقى امسك انضفها وانا شغالة برضو كده يعني، عشان مش هقعد لازم أنا اعمل كل حاجة. لازم ايدينا تبقى شغالة في اي حاجة كده، عشان تبقى حتتك مترتبة وحتتك حلوة زي ما انا قايله لك يا حبيبة قلبي. والله انتوا امارات وعسلات، والله انا عارفة انتوا شطار وبتعرفوا تعملوا كل حاجة، وربنا يعينكم يا رب ويقويكم. بس احنا والله العظيم يعني ايه. بيبقى في ناس فيها طبع كده يعني بتحب تشغل نفسها في كل حاجة، وفي ناس ما بيبقى طبعهم مش عايزين يعملوا اي حاجة بجد يعني. بيبقوا مكسلين. يعني أنا اكيد يعني لما تشوفيني شغالة كده هتقومي بقى ان كان وراك حاجة تعمليها بقى زي الشاطرة كده. تطبخي بقى وتروقي مطبخك وتروقي حالك يعني. شطورة. صح. يلا ربنا يبارك لكم يا رب وينجح اولادكم ويسترها معاهم دنيا واخره. ويبارك فيهم يا رب ويشفي كل مريض، ويشفيك يا ام اسلام ويعافيك يا رب ويسترها معاك. متحرمش منك ابدا والله، وحشاني يا ام اسلام. معلش بقى أنا اليومين دول مشغوله، ما اناش عارفه اتكلم معاك خالص. كان عندنا ابو عبد الحكيم كان تعبان والله العظيم، اقسم بالله انا بقالي يومين ما نمت. حتى انا بسجل لكم الفيديو دوت على بيات عشان انزله قبل، لان النت بيبقى عندنا ضعيف قوي قوي. هنزله من بدري يعني. قلت اسجله وانا فاضيه كده والحته رايقه والعيال نامت يعني، قلت اما اسجله معاكم يعني. عفوا يا جماعه. ادعوا له يا جماعه ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. يلا الحمد لله كله ربنا يجيبه حلو. نحمد ربنا ونشكر فضله يا رب. نحمد ربنا الحمد لله والشكر لله. ربنا يعيننا ويقونا يا رب كده على اولادنا وعلى تربيتهم، ويقدرنا يا رب في الغلا اللي احنا فيه دي. والله العظيم احنا مش عارفين هنعمل ايه في الغلا دي يا جماعه، والله ما احنا عارفين. الله يكون في عون الناس الغلابه، الله يكون في عون الناس الغلابه اللي مش لاقيه تاكل. ربنا يرحمهم برحمته يا رب. انا كنت جايبه كرتون الزيت من يومين للمحل يعني. جيت اجيبها تاني النهارده،
والله العظيم اقسم بالله زادت عليا 70 جنيه. الكرتونة زادت 70 جنيه. انا مش عارفة ايه دي. الازازة الزيت اللي كانت ب45 بقت ب60 جنيه. كيلو السكر كان بقى ب35، رجع تاني بقى ب45، بقى ب45 جنيه. انا مش عارفة ايه دي اللي جرى في الدنيا. الشاي نفس النظام برضه. اروح الشاي بتاعي خلص، رحت لقيت عشان اجيب شاي، لقيت الشاي اللي هو كان بنبيعه ب45 بقى ب55. الشاي اللي كنت ببيعه ب12 بقى ب15. الشاي اللي كنت ببيعه ب20 بقى ب23. وفي ايه في الدنيا مش عارفة. المكرونة يا جماعة والله العظيم انا انا جاي لي زول والله العظيم الاسعار. رحت عشان اجيب مكرونة، شكارة مكرونة. قال لك شكارة المكرونة عشان تاخديها هتبيعها ب30 جنيه، انا كنت ببيعها ب20. تيزة 10 جنيه مرة واحدة، ببيعها ب30 جنيه. انا بستغرب يعني، انا مش عارف. السمنة نفس النظام. برطمان السمنة ابو 100 جنيه بقى ب140 جنيه. طب في ايه اللي رخيص الوقت؟ انا كنت بجيب لما كنت بعمل قرص كنت بجيب السمنة. صبيحة السمنة كنت بجيبها ب200 جنيه، ب190 جنيه كمان. كنت بروح توك توك واروح اجيب سمنة واجيب دقيق. اجيب بال2000 جنيه. اجيب 4 شكاير دقيق، واربع صفائح سمنة ب2000 جنيه. شفتوا بقى؟ شفتوا شفتوا اللي انا فيه. انا مش عارفه، بتهيألي مش هعمل قرص السنه دي لان غالي قوي. شكارة الدقيق اللي هي الصغيره اللي هي 25 كيلو ب650 جنيه. الكيلو الدقيق ب30 جنيه. بقولك مش عارفه ايه اللي جرى في الدنيا. ربنا يرحمنا يا رب ويطلع نطلعها منها على خير يا رب. انا لما خلصت حاجات في المحل ورحت عشان اجيب شويه حاجات للمحل، انا جالي ذهول والله. العدس العدس اللي باع ب70 جنيه دي. لا، ايه ولا في ايه؟ انا مش عارفه. ما عدناش بنعرف نجيب حاجه نبيعها في المحل خالص، يعني مثلا الحاجات اللي الطقطقين على طول كده الطقطقين. كل حاجه غلت. ربنا يا رب كده يرحم قوة المسلمين يا رب كده ويعينهم ويقوهم يا رب على اولادهم ويسترها معاهم، وربنا يعينكم كده وتقدروا اللي انتوا على مصاريفهم يا حبايب قلبي. ربنا يخليكم يا رب ويخليهم لكم، متحرمش منكم ابدا. كنت بقى بنضف في الاوضه وابو حكيم جه بقى خش وانا شغاله، سبت بقى البتاع شغاله عادي يعني، مش عارفه بقى الدنيا تبقى فيها ايه. اتضرب ولا ايه؟ كان بيغير بقى الهدوم بتاعته، كان جاي من مشوار وجي انا شغاله بقى زي ما انا كده. قلت مش مشكله. شلت بقى الملايات خالص من على السرير وفتحت الشباك وهوت الاوضه وطلعت الفرشه زي ما قلت لكم كده. وارجع بقى اجيب الفرشه تاني وافرشها بقى ايه عشان تبقى جاهزه كده للمغرب، مدفيه المكان يعني لين عشان الجو بيبقى تلج بقى وعما نيجي رايحين ننام كده. انا بقى كنت جايبه الملايات دهيت، كنت جايبه كل اتنين قصد من بعض، شكل واحد يعني. بيبقى شكلهم حلو عما يكون مثلا ايه واحده وواحده يعني. كنت جايبه كميه حلوه اوي. الملايات دي طلعت حلوه اوي، غسيل ولبس على طول يعني، غسيل وفرشه. ولا هدت ولا كشت ولا اي حاجه النوع ده، بس حلوه يعني. يلا ربنا يعيننا ويقونا يا رب ونقدر نعمل كل حاجه يا رب كده ويبارك لكم. بصراحه ساعه ما بغير السراير وبروق الدنيا بتبقى في حاجه تانية كده، بتبقى ايه، تحس ان الدنيا رقت كده والدنيا بقت فله كده في ثواني كده. اظن بقى نستحق 100 لايك للفيديو ده. 100. 100 ايه؟ لا لا لا، كتير كتير جد. استحق اكتر من كام لايك يا جماعه. يعني انا هبطت في الفيديو دي جدا جدا يعني. المفروض تيجي يعني حاجات من العاليه كده. جبت بقى الفرشه دي فرشتها على السرير دي، والفرشه فرشتها على السرير دي، على دي جوز بطاطين وعلى دي لحاف وبطانيه. وجبت بقى ده المعطر اللي كنت بقول لكم عليه، الازازه دهيت ب35 جنيه. مش عارفه بقى النهارده تبقى بايه. عندي البخاخه دهيت بقوم حاطه فيها حبه المعطر عشان العيال بيقوموا دلقينها. وامسك بقى اعطر الاوضه كده واروقها كده فل. ريحتها كانت فل، قعدت ريحتها يومين. المعطر دي قعدت فيها يومين، الريحه بتاعته جميله. عطرتها وقفلتها وقفلت شبابيكها وكله وقفلت كله على بعض عشان تبقى ريحتها حلوه الريحه بتاعتها ما تطلعش يعني وكده. ورحت بقى كان العدس استوى، ورحت بقى عشان ايه اجهزه يعني عشان نتغدى لان انا كنت جوعت بصراحه.
كنت جوعانة. حطيت بقى شوية زيت وعملت ملقاش ايد الصلاية، اعمل ايه؟ جيش بقولك الصراف، عملت بالمفرمة بتاعة الفول، بتظهر كده، ودقيت فص التوم بيه. حطيت بقى الشعرية هي تحمرها، وحطيت بقى التوم عليها، توم فريش، وكنت مصفيه العدس. هحمره واحط كله، واحطه على بعضه يعني، كله يبقى في حلة واحدة وخلاص، وهيبقى فل. والله العظيم كانوا شوية عدس زي العسل، والجو كان ساقع بقى برد كده، وكان حلو قوي. يعني احنا يا جماعة يعني هو يوم في الأسبوع لازم نعمل يوم في الأسبوع، عشان يوم عدس مثلا، يوم في الأسبوع أو يومين ماشي. أنا قلت إيه، كنت هعمل كشري عدس، بس الكشري العدس ده عايز بيض، وعايز برنجان، وعايز حاجات. الحلة لقيتها صغيرة، قلت أما أجيب في حلة كبيرة عشان الخير يبقى كتير. وعايز حاجات كتير. لكن العدس بقى العيال هنشرب شوية شوربة كده يدفونه، وهيبقى حلو يعني في الأكل، وهتبقى الدنيا فل. هخلص بقى الأكل استوى، هغرف الغدا بتاعنا واجهزه بقى، هنتغدى بقى دلوقتي. وبعد كده بقى ايه، ربنا يحلها. اهم حاجه نتغدى ونغدي العيال، وربنا يبقى يحلها بعدين. ربنا هو اللي بيرزق يا جماعه، هو اللي الدنيا ماشيه ازاي. يلا الحمد لله والشكر لله، نحمد ربنا ونشكر فضله يا رب كده، وربنا يزيدنا من نعم الله، ويزيدكم ويرزقكم يا رب. ايه حلة عدس محترمة والله العظيم، كانت فل. كل واحد نتعلى تبسيطي. اي والله، بس كانت عسل، كانت فله كده. اهم حاجه الطبيخ يا جماعه كده يبقى بنظام كده وفله كده. اه ويوم يعدي يا جماعه، شويه عدس زي الفل ويوم يعدي. جبنا ايه، جبنا بقى اتغدينا، وقلنا بقى ايه نشرب شاي ونحلي. كنت جايبه موز وكنت جايبه برتقان. ماما قشرت لهم برضو كلوا. وفضلت بقى من الاكياس عشان ما يبص في الاكياس يعني، لان التوم بيبقى متحط في الكيس وبيعرق عليه بسواد. ماما بقى مفضيه كده وحطها بقى في المطبخ، اللي عايز حاجه يبقى ياكلها. ممكن اغسله بقى معانا، بس ما ينفعش حتى في التلاجة لو الدنيا متلجة يعني. ونعمل شوية شاي بقى ونظبط نفسنا كده. وبعد كده نخش ايه على كان رايحين بقولها اللي 7 موزية ديت. ونخش بقى تاني على التصبين والحمام بقى، لان الحمام برضو عايزة امسكه انضفه، اعمل له بقى تنظيفة حلوة كده. امسكه بقى بالسلكية اظبطه لكم واظبط الدنيا. اغسله برضو لانه مش لازق عليه، لان ايه هو مش يعني متلحوس، وكمان القشان ابيض، ما بتحملش بصفر على طول. بس ساعة ما بغسله بيبقى كأنه جاي من عند من ركن لسه الراجل عامله يعني، تلاقي بيلمع زي الفل، لان هو من النوع القديم، من النوع الحلو. إيه يعني ايه، مش مصفر يعني، مش بيبقع، نوعه حلو قوي. اقل غسيل فيه بيبان فيه يعني. يلا الحمد لله، اما ربنا بقى يتوب علينا من الغسالة ديت ان شاء الله. الاسبوع الجاي ده من غير مقاطعة همسك الغسالة التانية اصلحها، عشان انا زهقت من الغسالة دي اصلا، بتهبطني وبتبهدلني اخر بهدله. خلاص هدومي كلها بقت ميه والله العظيم. انا يا ربك خلصت تصبين، وخلصت نظفت المطبخ بتاع الحمام، و... وهدومي دي كلها كانت ميه، قلعتها كلها والله اقسم بالله ميه، من التسييق بقى ومن التصبين والمناحيه بتاعته النهار ديت. بصراحه انا اتبهدلت قوي بجد يعني. وانتوا عارفين يا جماعه الواحد بيتبهدل ازاي في الفيديو وكده، ومشاهدات قليله قوي ولايكات قليله. طب ليه يعني؟ مش فاهمه يعني. انا مش فاهمه انا بعمل ايه يعني، او مثلا يعني في قنوات تافهه خالص، تافهه، وعليها مشاهدات حلوه قوي. ليه بقى؟ ايه السبب؟ ايه السبب يا جماعه؟ قولوا لي بس السبب ايه وانا اقول لكم. ان كنت بعمل مثلا محتوى مش لايق عليكم قولوا لي، المحتوى مش كده قولوا لي برضو اعمل لكم ايه. ايه اللي انتوا عايزين تتفرجوا عليه مثلا يعني؟ قولوا لي كده اعمل لكم ايه، وانا اعمل لكم والله العظيم اقسم بالله. بزعل قوي وبتأثر لما بلاقي المشاهدات اللي على الفيديو قليلة، وانا متبهدلة فيه، وتصوير بقى وتسجيل وتقطيع ومعرفش ايه ومنحية، بهدلة برضو يا جماعة والله بتبهدل، بهبط. واستنى بقى انزل الفيديو كمان بياخد له مثلا 5 6 ساعات على ما بينزل، لان النت وحش، وممكن ما يكملش افتح من الباقة كده يعني. وتقف على اعصابك بقى على ما الفيديو ينزل،
وتشوفوا هيجيله مشاهدات ايه او هيجيله ايه. يعني حاجات غريبة كده بتحصل كده. اي والله. يلا ربنا المستعان. ربنا يرزقنا ويرزق الجميع يا رب كده، ويدينا الصحة ويشفينا ويعافينا يا رب ويبارك فينا. واقول لكم تاني يا جماعة، والنبي ادعوا لأبو عبد الحكيم، والنبي يا جماعة ادعوا له والنبي يا جماعة، بالله عليكم ادعوا لأبو عبد الحكيم. اللي يوصل لحد هنا كده ويدعي لأبو عبد الحكيم يعلقش. اشوفكم انتوا. احنا عايزاكم بس تسمعوا في الفيديو بس 5 دقايق، والله العظيم بالله عايزاكم 5 دقايق بس، مش ثانية وتقوموا طالعين. مبقيش عليه مشاهدات والله، ولا بيجي عليه ارباح، ولا بيجي على اي حاجة. يعني انا بقالي سنة، اللي هو بيقول انت هتشحتي وما اعرفش ايه، بقالي سنة الوقت او اكتر من سنة ما جاليش اي حاجة على القناة. اي والله. مش عارفة الم 100 دولار يا جماعة. يا جماعة ادعوا له والله، ادعوا له والله، اختكم استحياء الدعم وحياة ربنا. امسك بقى، جبت سلكية بقى نضيفة فلة كده. آه، ومسكت بقى، جبت الصابون دهوت، ومسكت البتاع، خليت لكم ايه، خليت لكم البتاع فله فله. حاجه كده ولا في الخيال يا جماعه. اي أيوة والله. شوفي بقى، بقول لك بقى ام الشطاره، شوفي هتعملي ايه. شوفي بقى ام عبد الحكيم عمل الشغل قد ايه في نفس اليوم، والله في نفس اليوم. فكروا مثلا ده انا عملت على يومين ولا حاجه، والله ده كله في نفس اليوم والله. يعني التصبين وطبيخ وتنظيف الأوضة والفرشة والحمام وكل ده هوت في نفس اليوم. والله أنا صبنت في اليوم ده 7 هدوم، والله 7. كنت نشرت الكهرباء، قطعت نشرت 7 ورجعت كملت التاني بعد الكهرباء ما جاء. يلا الحمد لله والشكر لله، نحمد ربنا يا جماعة. اهم حاجه ان احنا تعملوا حاجه كده بنفس مرضيه، ونفسك تبقى مرتاحه كده، وما تبقيش زعلانه من حاجه هتعمليها، لان بتعملي في بيتك، بتعملي في شقتك، بتعملي لاولادك، بتعملي لنفسك مش لحد كمان. يعني حتتك لما تكون نظيفه بتبقى انت كده فخوره كده، لو حد خش عليكي حد دخل بيتك، بتبقى انت فخوره لحتتك نظيفه وحتتك فله كده. لان مش هيطلع يتكلم عليك، مش هيطلع يقول ده هي شقتها وحشه، مش هيطلع يقول ده شقتها، ده هيطلع يقول شقتها فله، ده منضفاها ومخليها فل. اي والله. هو ما بيتكلمش عليك الا ان كان حد عزيز عليك او بيحبك او كده يعني. دي اللي بيطلع يتكلم عليك، لان هو بيبقى هرسك وخشش في بيتك وكده. اكيد يعني بياكل معانا في نفس الوعي وبيطلع يتكلم علينا والله. والله بياكل معانا في نفس الوعي، يطلع يتكلم علينا. بياكل يقول هو لو كان حلو يطلع يقول ده يا خبر ابيض، ده الجماعه دولت بياكلوا اكل، ده مش بيوفروا خالص، ده بيعملوا وبسوي يا خرابي. ولو لقى حاجة وحشة، يا خراب ده الناس ديت فظيعة، الناس دي فظيعة قوي. الناس ديت خسارة الواحد يعمل لها مصلحة. الناس دي صفتها، الناس دي نعت. اي والله كل ده بيتقال، والله العظيم انا عارفة كل ده. انا مش صغيرة والله، عارفة الحاجات دي، وعارفة اللي بيقول حلو وعارفة اللي بيقول وحش. مسكت القعدة بقى برضو، القعدة كانت حاسة ان هي فيها صفار كده. القعدة دي بمبة مش بيضة، بس ساعة ما بتتغسل والله العظيم اقسم بالله بتبقى فل، بتبرق كده. مسكتها بالسلكة دعكتها. ما تقرفيش، لان دي شغلك ودي بيتك ودي حتتك، تقرفي ليه؟ يلا الفيديو خلص، واسيبكم في رعاية الله. مع السلامة يا حبايب قلبي.